السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل أكلة سريعة كده، هي ما بقتش اقتصادية أوي يعني انتوا عارفين العدس بقى بكام والمكرونة بقى بكام، فيعني بدون ذكر بقى أسعار، فما عادتش أكلة اقتصادية، لأ ده بقت أكلة يعني ايه، أكلة الملوك دلوقتي. تعالوا بقى ايه اقول لكم، عملنا كشري الحلة الواحدة ده، عملناه بطريقة حلوة قوي. صلوا على الرسول كده عليه افضل الصلاة والسلام، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. ويلا اقول لكم عملنا ازاي. اول حاجة جبت بصل اهو، يستحسن يكون بصل ابيض، قطعته كده جوانح، وحطيت عليه معلقة نشا وقلبته كويس قوي. حلو كده. لو عندك بصل احمر مفيش مشكله. هنا نحط شويه زيت حلوين، لان الزيت ده هو اللي هنعمل بيه الوصفه كلها. شويه زيت حلوين كده سخنين، وهننزل بالبصل وهنفرفره كده في الطاسه، يعني مش هنحطه كله ورا على بعضه، وهنسيبه لحد ما اول ما يتشمع كده. هنزل بنص معلقه صغيره من الملح عشان المراره بس ما يمررش. وبعد كده بقى هبدا اقلب البصل بتاعي. عايزه اقول لك هيبقى مقرمش معاكي وجميل يعني يستحسن ما تحمريش البصل قوي، علشان كل ما البصل بيقعد بيغمق. فقبل اللون اللي انت عايزاه تطلع، يعني يكون في مبيض شويه مش مصفر قوي. هوريكي بالظبط تطلعيه في اللون إيه، او زي ما تحبي. في بيحبوا البصل غامق، فانا بحبه يعني ما يكونش محروق قوي كده. فانا هطلعه بقى في الوقت ده، لان كل ما بيقعد فبيدي لون ذهبي اكتر. فانا خلاص طلعته، هو عايز اقول لكم البصل مقرمش وجميل والله تحفه. يلا بقى نعمل بقيه الوصفه. ده الزيت طبعا اللي احنا حمرنا فيه البصل، عندي حله كبيره، هاخد شويه من الزيت دول، وهسيب باقي الزيت لباقي الوصفه. بعد كده عندي فنجان من الشعريه. انا عملت الكميه دي على قدي انا والولاد، فانتوا لو عايزين تزودوا الكميه ضعفوا. ده فنجان من الشعريه كده صغير، وهنحمره في الزيت بتاع البصل ده لحد ما نخليها لونها ذهبي كده، ما تحرقهاش قوي. بعد كده هنزل بمج من الرز، انا غسلاه ومصفياه من الميه. وكل ما هنزل بمكون لازم اديله تشويحه ويتشمع حلو قوي علشان ما يعجنش منك. بعد كده هنزل بالمكون التالت معانا اللي هو العدس بجبه. العدس طبعا انا نقعاه في ميه سخنه يعني لمده ساعه كده، وبعد كده صفيته من الميه وشطفته ونزلته بقى اهو. ياخد يعني تشويحه كمان كده. اهم حاجه يتشمع كويس، علشان يعني كل مكون كده ياخد تشميعه وتشويحه كويسه قوي، عشان ما يعجنش منك. بعد كده هنزل بكوبايتين او الكوبايه المج العادي بتاع الشاي بتاع اللي في كل بيت ده، هنزل بمجين مكرونه من الصغيره دي، بتبقى الصغيره دي احلى طبعا. وهديها برضو تشويحه كده، وبعد كده هحط يعني إيه شويه مكرونه اسباجيتي كده على الوش، وهحط كيس مرقه دجاج فوريه. وهحط كمان نص معلقه من الكمون، وهحط ملح كمان، وهحط الملح طبعا ظبطين ونص معلقه ملح او حسب ما بتحبي. وهحط بقى ميه مغليه، تمام كده، ميه كده في الكتل غليتها. وهزود بقى الميه المغليه، لازم تكون ميه مغليه، ما تحطيش ميه ساقعه على الكشري. طبعا انا مش هغطيه دلوقتي، هسيبه لحد ما يتشرب خالص. الخطوه دي مهمه جدا لازم تعمليها، علشان الكشري كده هيبقى مفرفر وحلو كده. هسيبه اول ما يتشرب خالص ويعمل فتحات كده على الوش. طبعا انا عايزه الميه ما تكونش كتير، الميه دوبك مغطيه المكرونه. عندي اهو خلاص كان اتشرب، وطيت بقى عليه ورحت جايه بقى مغطياه يكمل سواه. تمام كده. عندي بقى في طاسه تانية هنعمل الصلصه، هناخد شويه برضو من زيت البصل اللي احنا حمرنا فيه البصل، هنشتغل بيه في الوصفه كلها. وبعد كده هنزل بمعلقه توم مفروم، هديله بقى تشويحه كده اول ما اشم ريحته او اللون يصفر كده. هنزل بمعلقه صلصه او معلقه معجون طماطم، اللي هي بتبقى الجاهزه دي، هاخد معلقه كبيره كده واشوحها مع التوم. بعد كده هضيف عليهم 3 مجات عصير من الطماطم اللي احنا بقى بتاعه البيت العاديه، 3 مجات. لو انت عايزه تضعفي بقى الكميه براحتك. هنحط بقى التوابل، معلقه صغيره كزبره، معلقه صغيره من الكمون، الملح طبعا حسب الرغبه بتاعتك. هي دي التوابل اللي احنا بنحطها لصلصة الكشري. واحط كمان معلقة من السكر دي لأي صلصة انت بتعمليها عشان الحموضة بتاعت الطماطم.
فهاحط معلقة كده صغيرة من السكر، وهاسيبها بقى لحد ما الإيدام بتاعها يطلع أو الصلصة تتسبك. وبعد كده هنحط لكل كوباية عصير طماطم معلقة خل. أنا هنا عندي حاطة 3 مجات عصير طماطم، فحطيت 3 معالق كبار من الخل الأبيض. وخلاص كده هاطفي عليها وصلصة الكشري بقت جاهزة معانا. ما تحطيش الخل غير وانتي بتطفي على الصلصة وتكون اتسبكت. نيجي بقى نعمل الدقة بتاعة الكشري اللي هي دقة الخل. احط برضو شوية من زيت البصل اللي احنا محمرين فيه البصل، وهحط برضو نص معلقة من الثوم المفروم، وهديهم تشويحة كده. وبعد كده بقى هنزل بالتوابل بتاعتي اللي هي ربع معلقة كده من الكمون، ربع معلقة من الكزبرة، ملح يعني حسب ما تحبي. وبعد كده هنزل بكوباية او مج من المية واسيبهم كده اول ما يغلوا مع بعض. دي الدقة طبعا دي بتاع الكشري مهمة جدا. انا ما عملتش الشطة بس هقول لكم تعملوها ازاي لان عندي اطفال طبعا. اول ما المية غلت كده هطفيه على النار وهزود نص مج من الخل الابيض وكمان نص عصير ليمونة. وكده دقة الكشري، عايزة تحطي شطة حطي. دقة الكشري بالخل جهزت. وهنا خلاص كان الكشري معايا جهز واستوى. هقلبه كده، لو انتي مش هتاكليه في نفس الوقت لازم يتقلب علشان ما يبقاش كله حته واحده، يبقى مفرفر كده وجميل. فلازم اول ما يستوى تقلبيه كده. لو هتعملي الشطه هتجيبي برضو الشطه بتاعت الكشري، هتجيبي برضو شويه زيت من البصل هتحطي فيه على النار، تحطي فيه معلقه شطه كبيره وتشوحيهم كده. وبعد كده تحطي معلقتين من صلصة الكشري عليهم كده، يبقى انت عملتي الشطة بتاعة الكشري. بس انا ما عملتهاش عشان طبعا اللي عندي اطفال. وهنا كنا غرفنا بقى الكشري اهو. عايزه اقول لكم والله العظيم روعه. ده الحمص بقى، انا كنت عامله طبعا حمص الشام اساسي في جنب كده، فخدت منه شويه حمص وحطيتهم على الكشري. وحطيت بقى الورد او البصل اهو وشويه خل بقى كده وشويه صلصه. يعني عايزه اقول لكم تحفه. جربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.